السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وصحة وسعادة وستر وراحة بال. اللهم امين. في ظل بقى الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها اليومين دول، كيلو تنظيف السمك دلوقتي بقى ب10 جنيه. فانت مثلا لو اسرة على قد حالها وراح مثلا تشتري كيلو او كيلو ونص، هتنضفه بال15 جنيه. فجالي فيديوهات في تنظيف السمك وتحديقه وكده، لان انا كنت عاملة فيديو قبل كده بتاع تنظيف السمك البربوني وتحديقه، فما شاء الله المشاهدات بتاعته على طول شغالة. فلقيت بنات ان هما محتاجين ينضفوا السمك البلطي. معايا كمية من السمك البلطي كده، وتقريبا الكيلو فيها ب45-50 جنيه الكيلو. في بقى اصغر من كده، في اكبر من كده. ربنا يا رب يرزقكم الخير والسعادة. معايا مقص، يكون معاكي مقص، يكون معاكي مقص حامي ويخليه للسمك، مش مثلا المقص اللي بتساوي بيه الشعر هو اللي تساوي بيه السمك. بتجيبي السمكية بتاعتك كده، تشيلي كل الزعانف. ايه الزعانف؟ اللي هي الزعنيفة اللي قدام والزعنيفة اللي ورا، اللي هما الاتنين دول. وتشيلي قشرة السمك الكبيرة اللي ورا، ودي قشرة السمك كمان اللي قدام. بمسك بقى كده ببوز المقص وافتح الراس الخياشيم بتاعة السمكة، وافتحها من اليمتين، من هنا ومن هنا. وده كمان اي بقى قشور سمك زعانف بتبتدي ان انت تشيليها، كمان بتفتحيها من النص من هنا. فتحتها كده تمام تمام. بجيب بقى سكينة صغيرة كده، وابتدي ان انا اشيل القشور اللي في الظهر. في بقى اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. او ببوز المقص، بس مرضتش اعملك ببوز المقص عشان لو واحدة لسه جديدة كده مبتدئة مش هتعرف تعمل معاه. حابة بقى تلبسي كلافز تمام، بس انا الصراحة لما باجي انضف السمك ما بعرفش البس كلافز، بيزحلق المقص من ايدي. بصي بقى كده، اي زعانف بتبتدي تشيليها اهي. ادي الزعنفة الكبيرة اللي ورا، وادي زعنفة كمان، وادي الزعنفتين اللي قدام في البطن. تمام كده تمام. بصي اهو، اي قشور بتبتدي ان انت تشيليه. لو انت سبتي بقى اي زعنفة من دول بتزفر لك السمكية، لازم تنضفيها كده. بصي بفتح الزعانف كده، الخياشيم بتاعت السمك بايديا او ببوز المقص، وابتدي ان انا احط في بطن السمكه. تلاقي خرم صغير كده اللي السمكه بتتغذى منه او بتطلع منه الفضلات بتاعتها. بدخل بوز المقص واقوم جايه ايه، فاتحه بطن السمكيه قوي. طبعا انا مسرعه لكم الفيديو، يعني انا ما بعملش بسرعه كده لولبيه يقولوا ده نجلاء قالت لنا يتنضف بسرعه وبياخد معانا وقت. لا، هو مش هياخد معاكي وقت، بس برضو المقص لو حامي هيبقى حلو معاكي. جبتلك بقى كيس كده علشان لو انت حابه تلبسي كيس اهوت، بنزل فيه البطن بتاعت السمكيه. بفتح كده وامسك السمكيه عكسها، يعني الراس اخليها من فوق كده، وادخل ايديا كده عكسها، عكس الراس، ونزل كل اللي بيطلع منها بقى كده، تنزليه في قلب الكيس. اظن بقى اللي بيتقرفوا يا جماعه ويعوا كده بلاش يتفرجوا على الفيديو ده. انا بعلم حبايبي اللي محتاجين يتعلموا، واللي ظروفهم على قدهم مش قادرين ان هم يشتروا السمك ويدفعوا حق ايه، التنظيف. تمام كده تمام. ببتدي بقى امسكها عكسها، يعني تمسكي عكس راس السمكة كده وتطلعي اللي جواها. من اطلع كل اللي جواها، وبعد كده الم الكيس بتاعي بقى. تقدري بقى تفرشي مفرش كده بلاستيك او كيس كده تفتحيه، وتقدري تعملي في صينيه زي ما انا بعمل. بروح كده على الحوض وابتدي اشغل الحنفيه بقى، وده التنظيف كله بقى بيبقى تحت الحنفيه. الحنفيه لازم تكون شغاله. وببتدي بقى ايه، عكس السمكايه بايديكي بقى كده، اي حاجه زياده بتطلعيها، او فرشه سنان قديمه عندك، او اي فرشه انت شغاله بيه. بصي بطلع بقى كله عكسها كده اهو. بصي بضفر بقى، ضفر ايدي الكبير كده، وابتدي ايه ان انا اطلعها. ننضفه زي، بصي زي ما نكون بننضف فراخ، مش عايزين فيه اي ريحه زفار. كل ما تشمي ريحه فيه زفاره تغسليه، مش تروحي تحطي فيه خل من الاول. لو حطيتي خل من الاول هيثبت لك الزفاره. لا، انا بغسله بدقيق، بغسله بجنزبيل، بغسله بشوية كمون. وما تنقعيش السمك، لان السمك اللحم بتاعه طري مش زي الفراخ واللحمة. اللحم بتاعه رقيق وهنين كده، ما بيتنقعش. يا دوب انت بتحطي وانت بتغسلي بس كده، بتغسلي كويس وهي نقعه بس. عبال ما بتخلصي الغسيل بتحطي طبق جنبك، والسمكتين اللي بتنضفيهم بتحطيهم اول باول. تمام تمام. قلنا دقيق، وقلنا نحط ليمون، ومنحط جنزبيل، نحط كمون. خلي ده في الاخر خالص، واستحب ما تحطوش. جبتلك بقى ان انت ايه، تقدري تجيبي فرشه زي دي تنضفي بيها، ولو فرشه السنان تبقى احسن. تمام كده، فرشه السنان تبقى احسن عشان صغيره. وتجيب لك السلايه، السلسله من جوه اللي هو العمود الفقري بتاع الايه، بتاع السمكيه. شفتي قلب السمكيه شكله ايه؟ فل فل كده. والميه بتاعتك تنزل من قلب المصفى. بعد ما تيجي تصفي السمك تبقى بيضه خالص، ما تبقاش فيها دم او اي حاجه.
تمام كده تمام. طب لو السمك بتاعي اتزفر ومش راضي ينضف، بتجيبي بيه نقطة صغيرة من الفري اللي هو سائل المواعين ده، وتشطفي بيه اخر شطفة كده، يعني نقطة كده في المية، وتنزليه في المية وتطلعيه تشطفيه، بتطلع اي زفرة. بعد ما خلصت بقى الكمية كلها، قشرتها لميت بقى الكيس اللي انا كنت حاطة فيه الزفرة ده، طبعا يا اما ترميه في الزبالة عندك، وتطلعيه بره البيت، يا اما تحطيه مثلا لو عندك قطط بره في الشارع او حاجة، تقدري تحطوا لهم في طبق فل كده ولا حاجة. خلاص يا حبايبنا، بنحط بقى في مصفى لما السمك بتاعي يتصفى، وبوريك المية ان المية رايقة نظيفة وما فيهاش اي حاجة. اروح اكب المية بتاعتي دي اغسل الطبق كويس جدا علشان ما يبقاش زفر معايا لما اجي احدق معايا. طبعا بقى التنظيف بتاع السمك ده برضو لو حد عنده طيور، تقدري ان انتي تحطيه في حله كده، تشطفيه وتحطيه في حله يتسلق مع عصرتين ليمونه مع بصلايه، وبتحطي فيه 2 كيلو من الدشيش، بتعملي اكل للطيور. يعني لو حد مثلا فلاح زي حالتنا ويقدر يحط اكل للطيور بدل ما ترميه. تمام كده تمام. معايا بقى هنا معلقة من الثوم المفروم، معلقتين من هريسة الشطة، رشة كده من الكركم، رشة من الكاري، معلقة حلوة كده محترمة من الكمون، كزبرة. طبعا السمك المقلي بتاعنا بيبقى حلو، بيحتاج الثوم والكمون اكتر حاجة، بيبقى حلو جدا السمك. كاري والكركم بيدي لون جميل قوي للسمك بتاعي. وابتدي بقى احط ملح كمان، عصرة من الليمون، وشوية من الزيت، نص معلقة صغيرة من الزيت. تقدري كمان عندك لو كزبرة خضراء تقدري تحطي عودين او بقدونس، ولو عندك جزر كمان ممكن تحطي جزر، بس تحطي ايه في قلب السمكية ذات نفسها، علشان ما تحطيش بره وتيجي مثلا تقلي السمك بتاعك وحاجة الزيت ينحرق. يعني ما تبقيش تخلي مثلا خضرة محطوطة بره او جزر او حاجة. خلي التحديقة بتاعتك او التتبيلة بتاعتك اللي انت هتعملي بيها دي من جوه. خلص بقى كده، اللي قلب بقى كويس جدا. والدقة بتاعتي دي دقة السمك بقى دقة معتبرة، مش عايزة اقولك بقى. كزبرة وكمون اهم حاجة. حطيت كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، حطيت نص معلقة صغيرة من بهارات. عندك بهارات سمك تمام، ما عندكيشي تقدري تحطي بهارات لحمة او بهارات فراخ، تدي تيست عالي قوي. قلبت بقى كويس جدا كده، وهروح بقى اجيب شوية صغيرين من الزيت واقلب بقى كمان. متنسيش تحطي معلقة كبيرة من الخل، ونقلب كله مع بعضه. ما شاء الله حاجة بقى تتبيلة بسم الله ما شاء الله. طب انا اقدر اعمل التتبيلة دي وهحتفظ بقى عندي في التلاجة؟ تقدري تعمليها وتحتفظي بقى في التلاجة. لو جالك بقى اي سمك تقدري تحطيها، تحدقي السمك بتاعك، او لو بتشوي سمك في البيت زي حالتي كده، تقدري تاخدي منه معلقتين للتحديقة بتاعتك مع شوية مية، تطلعي السمك من الفرن تقومي حاطاه في التحديقة دي. ما شاء الله حلوة خالص. زي ما قلت لك تقدري تحطي جزرايه مبشوره. انا بقى عماله اقلب كويس قوي لان التوم طالع من الفريزر وكان جامد شويه معايا. جبت بقى طبق معايا كده اهو، الطبق نظيف اللي انا كنت عامله فيه، فغسلته. هحزز بقى السمك بتاعي. يعني ايه احزز؟ اعمل فيه فتحات كده. السمكيه الكبيره تعملي فيها فتحتين، السمكيه الصغيره هتعملي فيها فتحه واحده او ما تعمليش. بصي بقى كده، انا بحط بقى كده من التتبيله، بس لما باجي اقلي بشيل اي خضار على الوش عشان ما يحرقش الزيت. ولو نزلت معايا حاجة في الزيت كده ولا كده، بيبقى عندك مصفى من مصافي اليانسون كده قديمة مش بتحتاجيها، وتروقي الزيت بتاعك أول بأول. لو بقلي سمك، لو بقلي بطاطس، بقلي قرنبيط، بقلي فراخ بانيه، المهم ان انت بدل ما تقعدي تصفي الزيت كل شوية، لا بنزل بقى المصفى كده في الطاسة واروق الزيت بتاعي. ان انا انزل المصفى والم اي بقى شوائب او اي حاجة كده في قلب الطاسة بتتحرق وتحرق لي الاكل، بقوم جاية لماها ومنضفاها. بسم الله ما شاء الله. ابتدي بقى ان احنا هنحدق كميه حلوه قوي. ادي التحديقه، وبتدخلي جوه تحدقي السمكيه من راسها لرجليها من جوه ومن بره. تمام كده، عشان لما تيجي تاكلي السمك يبقى طعمه حلو، ما يبقاش مثلا من جوه حادق ومن بره تحسي ان هو عادب وكان عايز ملح. تمام كده، لا بقى احدق من جوه ومن بره. وبعد كده لما تيجي تقلي تمسحي بقى كده اي تحديقه كده من على الوش، علشان لما تيجي تعمليه تبدريه معاكي في الدقيق. شايفه بقى واقف على الدقيق، وحاجة جدا سهلة وبسيطة، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. إن شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاع آلية السمك والدقيق. دمتم بخير وعلى خير في حفظ الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله.